معلش يعني هو طالما في HR وطالما في حقوق عمال وموظفين وطلبات اجازه واللازم منه وطالما في فلوس، واضح ان احنا نفتح اقسام في اي شركه. ليه لحد 2025 ما اتعملش قسم وظيفته في اي شركه ان هو يرفد ويجازي الناس اللي بتدي لنا طاقه سلبيه على الصبح؟ ليه ما فيش قسم معني مختص يتولى هذه الناس؟ انا مشكلتي وذنبي ان انا وانت في نفس المكتب ونفس الاوضه، ومشكلتي ان علاقتنا تطورت وبقينا بنتقابل كمان بعد الشغل، لان ما انا معاك 8 ساعات في اليوم اذا ما كانش 12. ما تفهمش ازاي 8 و12، بس اي حد شغال في شركه هيفهم. فبعد ال 12 بحس باتاتشمنت ناحيتك، بحس ان في حاجه غلط، بحس انت من بقيه اهلي، ما انا بقضي معاك وقت اكتر ما بقضيه مع مراتي وعيالي، فبقينا حتى في خروجتنا في الويك اند بنظبطها سوا. انا فاهم الطاقه السلبيه اللي فيك دي مين يجازيك عليها؟ يعني خلاص يا حبيبي، انا فاهم ان انت هولاكو، وان انت مكانك في شركه افضل من دي، وان انت مظلوم وظالم نفسك بوجودك، بس انت بقالك 3-4 سنين بتقول نفس الجمله، ما بتروحش شركه تانية، قاعد جنبي في ارابيزي. طب انا عامل ايه؟ انا لو مدير هرقي، عارف، انا لو مدير، لو تيم ليدر مش مدير هرقيك. بص يا اذهب فانت ب3 بونص، اذهب فانت اجازه. لكن ما انا زيك، بالعكس ده انا حاسس ان انا مظلوم اكتر. ليه؟ لان انا جنبك، فانا مظلوم في شركه مش مقدراني، ومظلوم في وجودي معاك في نفس المكتب. ده كله بقى انا محتاج حد يديني بونص قرف، اسمه بونص بدل القرف ان انت قاعد جنب عماد ده تعبني. وقبليه على فكره كانت بنت اسمها منى. والبنات بقى بيجوا بدراما اكتر في الشغل. عايز تكره حياتك اشتغل مع بنات، وانا عارف ان 3/4 المتابعين عندي بنات هيقفشوا ويخشوا ويتخانقوا، بس بجد الشغل مع البنات مقرف. يعني اقل مع العيال بعرف اشتمه، نروح نلعب ماتش بلاي ستيشن اطلع غزي في الفرقتين، انت هعمل بفضل عامل كده. خلاص يا جماعه عرفنا كلكم خبراء اجانب. انت مكانكم في انجلترا، او يتعمل قسم مخصوص لمجازاه الناس السلبيه اللي جايه تقرفنا اكتر ما احنا. ما انا قرفان، ما هو انا مش مرتبي متاخر معاك؟ هو انا مش بيتخصم مني انا وانت عشان بنبقى واقفين تحت نفطر ونطلع؟ ما احنا في الهوا سوا. انا هعمل لما تقعد تشتكي انا هعمل ايه؟ هخش للمدير اكسر الباب، يلا يا ابني اديله فلوس. اما انا زيك، ما انا مذلول. وبعدين خلاص انا حفظت كل القصص. يعني القصه بتاعت ان قبل ما تيجي الشركه دي ممكن اكملها، اما بعد كده ممكن اكمل لك قصصك. قبل ما تيجي الشركه دي كنت مقدم في شركه ثانيه انترناشونال، والشركه الثانيه كلمتك بعد ما انت جيت شركتنا، فانت يا خساره عشان التزمت مع شركتنا مش هتقدر تخل بعهدك معاهم على اساس ان انت خبير انت جاي فاهم، انت جاي تطلع البترول من قلب المكتب بتاعنا، وفاتتك فرصه احلامك، فرصه عمرك اللي قدك فيها. بياخدوا تامين صحي وبياخدوا مدارس لعيالهم وبياخدوا كل حاجه، وانت بتاخد على قفاك جنبنا. خلاص طب ما انا عرفت القصه، طب اعمل ايه؟ افتح شركه انترناشونال اوظفك؟ عندك قصه تانية؟ طيب عارف ان انت كنت الاول على المدرسه، وعارف ان انت كنت الاول على الجامعه واجتهدت، وان زميلك اللي قاعد جنبك في الشغل تقريبا بتسقط عليا ما كانش بيذاكر قدك. طب وبعدين؟ عارف انت لو كررت لي القصه دي تاني هعايرك بيها، هقول لك يلا يا اللي الشركه الانترناشونال رميتك عندنا. ما هو خلاص، ما انت مش سايب لي حل. انا حسيت بكل المشاعر الانسانيه معاك. اولا حسيت بالتعاطف، ثانيا حسيت بالحزن، ثالثا حسيت بالزهق من كتر شكوتك. فاضل ايه؟ اعايرك لحد ما اعمالي سيئاتي تيجي عليا ويرفدوني انا. اي شركه محترمه يوم القبض ده بيبقى يوم سعيد على الشركه كلها، بيعزموا بعض الا انت الوحيد بتبقى قاعد على جنب شايل همك. ليه؟ اصل انا بقالي 3 سنين ما زدتش. انت جاي تتفاجئ الشهر ده؟ ما انت الشهور كلها بتقبض نفس القبض. انت كنت متوقع؟ يعني انت كنت مستني سربرايز فجاه كده تلاقي المسج على الموبايل ايه ده زياده اخيرا قدروا قيمتي يلا؟ ايه الجديد؟ ليه كل شهر لازم احزن في يوم القبض؟ ليه يا بابا؟ وبعدين ما اللي انت فيه الشركه كلها بتعاني منه. ليه انت منتظر دايما التميز بينما انت دورك انت متميز بس في الشكوى؟ يعني انت منتظر دايما يزودوك ويدوك اجازه ويعملوا، واحنا قاعدين ايه مثلا؟ ما احنا هو انت عندك ايد زياده عننا مثلا؟ هل بتدي انتاجيه؟ هل انت اللي بتزق العجله واحنا بنشدك لورا؟ ليه دايما منتظر؟ لما كلنا هنزيد مع فين روح الجماعه؟ ولا انت ايه بقى مش تيم ورك؟ ها فين روح الجماعه؟ ارجوكوا حد يشوف لنا حل في زمايلنا في الشغل اللي مصعبين حياتنا. هو انا قلتها قسم مختص يبحث امور الناس العكره على الصبح ويخصم منهم، اسمه كده قسم الناس العكره بس.